مساء الخير مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة الجوية الجديدة الخاصة بتوقعات طقس الجزائر وتونس. إذن لا زالت الأجواء الغير المستقرة ستتواصل خلال الأيام القادمة، وتوقعات بأمطار ستكون أحيانا عاصفية محليا قوية واضطرابات هامة ستكون نقول تقريبا أنها استثنائية تأتي خلال هذه الفترة من السنة. متابعينا الكرام، كما يظهر لكم من خلال تراكم الأمطار العشرة أيام القادمة، فإن معظم الولايات الغربية للجزائر خصوصا الداخلية ستكون عرضة لهطول أمطار ونشوء لخلايا رعدية قوية للغاية، قد تمتد حتى للمناطق الساحلية للبلاد، مناطق مثل رأس الماء، البيض، المشرية، أفلو، الجلفة، النصارى، ثم وصولا إلى المناطق الوسطى الشرقية للجزائر ستكون عرضة لهطول أمطار قوية. ثم لدينا المناطق الداخلية الشمالية لتونس، المناطق الوسطى وخصوصا المناطق الغربية لتونس، وتتنقل هذه الحالة ربما حتى لشمال والمناطق الشرقية لتونس عند سوس الحمامات، وبالتالي نتحدث عن حالة جوية قوية للغاية. ثم لدينا مناطق جنوب الجزائر حالة مدارية ستؤثر على المناطق الجنوبية للبلاد بصعود لسحوب مدارية مرفوقة بأمطار وتساقطات هامة، وشاهدنا ما حدث هذا اليوم من خلية رعدية قوية تشكلت بالمناطق الوسطى الغربية لتونس، تسببت في هطول أمطار قوية. بالنسبة لتوقعات يوم غد، حالة من عدم الاستقرار الجوي لا زالت متوقعة ابتداء من زوال يوم غد الخميس 11 من شهر جوان الحالي. حالة قوية منتظرة تقريبا على نفس المناطق التي عرفت اليوم هطول أمطار وعواصف وبرد، وذلك بتل القصرين، مجل بالعباس، سيدي بوزيد، بئر علي بن خليفة، ربما قد تمتد لاحقا نحو بعض السواحل الشرقية قبل أن تتلاشى. ثم لدينا خط رعدي متوقع أن يتشكل بتبسة، بئر العاطر، شريعة، خنشلة، باتنا، كذلك وصولا إلى سطيف، وحالة رعدية مرتقبة ربما برأس الميعاد، الجلفة، الأغواط، وكذلك غردايا. بالنسبة للنموذج الأوروبي هو الآخر، يرى بأن الحالة ستكون حالة هامة، ويضع مناطق الغربية الداخلية الجزائر كاتيارت، أفلو، الأغواط، الجلفة، عنوسرة، بوسعادة، المسيلة، باتنا، خنشلة، بسة، وصولا إلى غرب تونس تحت وقع عواصف رعدية قد تطال حتى أقصى جنوب تونس عند جنوب رمادة وغرب ليبيا. متابعينا الأفاضل، بالنسبة لباقي أيام الأسبوع وتوقعات هذه الحالة، لأن الحالة لازالت ستكون أكثر قوة خلال الأيام القادمة. متابعينا الكرام، لدينا يوم الجمعة حالة ستبدأ من غرب الجزائر، ثم مع نهاية الأسبوع حالة جوية تبدأ بتشكل حالة قوية إن صح القول على المناطق والمرتفعات الداخلية الغربية للجزائر مع نهاية هذا الأسبوع يوم السبت والأحد. ثم الحالة ستصبح وتتناقل تدريجيا لتشمل المناطق الوسطى ابتداء مع بداية الأسبوع المقبل، حيث كما يظهر لكم لدينا حالة جوية عنيفة متوقعة بداية من الاثنين 15 من شهر جوان الحالي بالمناطق الوسطى للجزائر، حالة تستدعي الحيطة والحذر. ثم هذه الحالة ربما تتنقل بعد ذلك نحو شرق الجزائر، ثم ما تتطور لاحقا حالة رعدية قوية ابتداء من الثلاثاء على المناطق الشمالية لتونس، المناطق الداخلية والوسطى الغربية، ثم على المناطق الشمالية للجزائر خاصة على المناطق الساحلية، ثم الساحلية الوسطى، ثم حالة عنيفة منتظرة على المناطق والولايات الداخلية الغربية للجزائر. هذه الأجواء المضطربة ستتواصل مع أيام 17 و18 على شمال والمناطق الوسطى لتونس، وبالتالي الظروف ستكون مهيئة لحالة جوية، وإن صح القول أنها ستكون حالة عنيفة. متابعينا الكرام، ستكون النصيب الأعلى للجزائر ثم تونس إن شاء الله تعالى. هذا ما لدينا في هذه النشرة، إلى هنا نشكركم على حسن المشاهدة.